الكون كله بيتكون من 4 عناصر أساسية: المية والنار والهواء والتراب. ممكن يكونوا عكس بعض وممكن يعرفوا يتجمعوا مع بعض، لكن الشيء الأساسي والمشترك بينهم إن هم هيفضلوا بعاد عن بعض دايما. وعلشان كده جبت لك قصة بسيطة نعرف بيها إذا كانوا هيعرفوا يعيشوا كلهم في مكان واحد ولا لأ. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش لايكك المتين وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ حكايتنا النهاردة. فيلمنا بيبدأ بزوجين من عنصر النار وهم راكبين سفينة ومسافرين لمدينة العناصر. المدينة دي بيعيش فيها كل أنواع العناصر مع بعض ما عدا عنصر النار، يعني هم كانوا أول 2 من عنصر النار ينتقلوا للمدينة دي. وزي أي حاجة جديدة بيكون منها خوف، بيبقوا متوترين علشان خايفين من رد فعل باقي العناصر. المهم أول ما بيوصلوا للمدينة بيشوفوا حجم التطور اللي كانوا فيها، وإزاي باقي العناصر عايشين مع بعض في سعادة وتناغم ومفيش حد متضايق من التاني. فبيبقوا منبهرين من اللي شايفينه بعينهم لأنهم جايين من مدينة النار، وعلشان كده بيعدوا على المينا علشان يسلموا أوراقهم بصفتهم جداد على المدينة. ولما بيقولوا للموظف على أسمائهم علشان يعديهم، الموظف بيستصعب أساميهم جدا وبيقرر يغيرهم خالص وبيسميهم بيرني وسندر، وأخيرا بيسمح لهم بدخول المدينة. ساعتها بيخرجوا من المينا علشان يدوروا على مكان يعيشوا فيه. بنلاحظ قد إيه بيرني مهتم جدا بسندر حامل، فبيتضايق من مجرد إن واحد من عنصر المية بيعدي من جنبهم وبيجي منه شوية مية على مراته، لكنه بيعدي الموضوع لأنه أول مرة يجي هنا وبيفضل يلف على أي مكان يعيشوا فيه. بس لما بيروحوا لأكتر من مبنى محدش من العناصر بيوافق يأجر لهم عنده لأنهم بيبقوا خايفين يتحرقوا بسببهم، لحد ما أخيرا بيلاقوا مكان بعيد عن باقي العناصر. فبيرني بيختار إن هم يعيشوا فيه وبيبقى شايف المكان مناسب جدا ليهم. وبعد فترة سندر بتولد بنتها الجديدة وبيسموها أمبر، وما بيعديش كتير وأمبر بتكبر أخيرا. وبنلاحظ إن باباها بيرني مبسوط جدا بيها وبيشاركها معاه في كل حاجة. كمان عندهم شعلة اسمها الشعلة الزرقاء بيقدسها جدا وما ينفعش تنطفي مهما حصل، لأنه بيبقى حاططها في نص البيت ومهتم بيها جدا. بتعدي الأيام وبتكبر أمبر أكتر. باباها بيقرر يفتتح محل خاص بيه عشان يعيشوا منه، والمحل ده كان حلم حياته، بيقدم فيه أي حاجة عناصر النار بتحتاجها. وده لأن المدينة بدأت تتملي بعناصر النار، ما بقوش لوحدهم. وبيفكر إن لما أمبر تكبر وتبقى قده هيمسكها المحل بداله، وبعدين يتقاعد ويرتاح من هم الدنيا والحياة. وبيخلي أمبر تقف جنبه دايما وهو بيتعامل مع الزباين علشان تتعلم منه. بتعدي الأيام والسنين وكل مدى ما بيكبروا أكتر والمدينة هي كمان بتكبر أكتر وأكتر، وعنصر النار بيبقى منتشر بشكل كبير. ولكن ممنوع على باقي العناصر إن هم يدخلوا المدينة دي لأنهم عازلين نفسهم بعيد عنهم. ولما 2 شباب من عنصر المية بيحاولوا يدخلوا المحل علشان يتريقوا عليهم، بس أمبر بتقف لهم وبتخوفهم. ومن واضح إن باباها كان مبسوط بيها جدا علشان قادرة تحمي المحل بتاعهم، وساعتها بيحس إنه يقدر يعتمد عليها، وعلشان كده بيقرر يسيبها تقف مكانه في المحل على ما يدخل يريح شوية. وفي الوقت ده بيدخل زبون غتت بيسألها على شموع، فأمبر بتعرفه إنها هتبيع له واحدة وهتديله التانية هدية. فالغتت مرضاش يشتري حاجة وبيقول لها إنه عاوز الهدية بس، ولكن أمبر ما بترضاش. ويا سيد الفاضل مش هينفع كده، لازم تشتري عشان تاخد الهدية. بس الواد الغتت ما بيرضاش يشتري حاجة خالص وهو عاوز الهدية وخلاص. وبيفضلوا على هذا الوضع يا سيدي مدة طويلة جدا لحد ما أمبر بتجيب آخرها وبتتعصب عليه. وساعتها باباها بيسمع الصوت وبيخرج بسرعة علشان يلحق بنته قبل ما تبهدل الدنيا. وفي النهاية بيدي شموع كتير هدية للزبون عشان يرضى، فالزبون بياخد الشمع وبيمشي. أما بيرني فبيعرف أمبر إنها لازم تتعامل بهدوء وتتحكم في أعصابها أحسن من كده، ولكن أمبر ما بتكونش قادرة تستحمل رخامة الزباين. ويا والدي هو اللي رخم مش أنا والله. بس باباها بيعرفها إن الزبون دايما على حق، ما ينفعش تزعل حد منها ولازم تديله اللي هو عاوزه. بيعدي 2 على الموقف ده وبرضه بيرني بيحاول يعتمد على أمبر علشان تعرف تتعامل مع الناس، لحد ما في مرة بيجي لها زبونة تانية علشان تشتري، لكن برضه أمبر ما بتقدرش تتحكم في أعصابها وبتتعصب على الست. على دخلة باباها اللي بيحاول يصلح وراها وبيعتذر للزبونة وبيديها كل اللي هي عاوزاه ببلاش. ويا عم انت غاوي صار انا ماليش فيه. ولكن بيرني بيقف يعلم أمبر ازاي تتعامل مع الزباين وبيعرفها انها لازم تكون اهدى من كده. بس أمبر كانت شايفة ان المشكلة عند الزباين مش عندها هي، وانها بتقوم بدورها كويس جدا، اما هما اللي بيضايقوها. فأمبر بتعتذر له على اللي حصل وبتروح
بتروح تصلح الازاز اللي كسرته بكل سهوله، لحد ما بيدخل زوجين من عنصر النار واللي كانوا عاوزين يقابلوا ساندر لانهم جايين يشوفوا مدى ارتباطهم ببعض، وساندر شاطره جدا انها تعرف كده، لكنهم بيشوفوا امبر وباباها وبيسمعوا كلامهم. فبيرن بيحاول يحسن شكلها قدامهم وبيقول لهم انها شاطره جدا وقريب هيمسكها المحل ويتقاعد بقى، فبيسيبهم وبيدخلوا يقابلوا ساندر اللي بيبقى كل دورها انها تعرف حجم الارتباط والحب بين الزوجين، وبتعرف كده من خلال انها تولع شمعتين، ولما الدخان يطلع منهم تشوف هو هيلف حوالين بعضه ولا لا. لو لف يبقى ارتباطهم قوي وبيحبوا بعض جدا، ولو ما لفش فيبقى كله وهم ومفيش حب بينهم. وعلى دخلة امبر فمامتها بتوقفها وبتفكرها بامنية جدتها قبل ما تموت لما طلبت منها تتجوز من عنصر النار زيهم وتفرحهم، او بالبلد كده بتشجعها على الجواز علشان تشيل عيالها والجو اللي كلنا عارفينه ده. ولكن امبر ما كانتش حاطه في دماغها الكلام ده، وبتسيب مامتها وبتمشي تكمل شغلها. بتخرج علشان توصل طلبات الزباين، وطبعا كان كل الزباين بتوعها من عنصر النار، بتلف عليهم واحد واحد توصل لهم الاوردرات لحد ما بتخلصها في وقت قياسي برغم عددهم الكبير. ولما بترجع البيت بيكون الليل دخل عليها، بتشوف باباها وهو رايح في النوم ومستنيها، بتقومه يدخل مكانه، والراجل كان محبط لان سنه بيكبر ونفسه تشيل بداله شويه علشان يتقاعد ويرتاح بقى، وبيعرفها ان بكره عندهم يوم طويل جدا علشان هيبقى الجمعه البيضاء زي عندنا كده كل خصومات وفرايدي، واكيد المحل هيبقى مليان زباين ولازم ترتاح علشان تعرف تركز معاهم كويس. بتوعده انها هتعمل كل اللي في نفسه وهتبقى مركزه جدا اليوم ده، وكانت مبسوطه ان باباها معتمد عليها في كل حاجه وناويه تثبت له انها قد ثقته. تاني يوم بتصحى من نجمه تجهز كل حاجه حتى من قبل ما باباها يصحى من النوم، وبتعلق الاسعار في مكانها الصح وبتغير اليونيفورم وكل حاجه بقت اخر قليسطه علشان لما يجي وقت الفتح بتاعهم تروح تفتح باب المحل، ويا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اول ما بتفتح الباب بتلاقي زباين كتير داخلين عليها وكلهم بيهجموا عليها مره واحده، فمن كتر الضغط ما بتبقاش عارفه تتصرف مع الكميه دي كلها ازاي، ولا انها مستحمله التوتر والمعامله كتير دي، فبدل ما تبوظ كل حاجه وهي ماسكه روحها بالعافيه قبل ما تنفجر فيهم بتجري بسرعه على المخزن تطلع عصبيتها وزهقها كله جواه. والصراحه من كتر الغضب اللي كان جواها بتنفجر بقوه والمكان كله بيتحرق مره واحده، لكن بسبب الانفجار فمواسير الميه بتبدا تتكسر وبيحصل تسريب كبير تحت، ما بتبقاش عارفه تعمل ايه لان قربها من الميه هيخليها تنطفي وبكده هتموت. فبتحاول بقدر الامكان انها توقف التسريب ده عن طريق الازاز اللي بتصنعه بايديها، وعلى اخر لحظه بتقدر توقف التسريب بس المخزن بيكون غرق خلاص. بتقف مصدومه من اللي حصل وازاي هتشيل الميه دي كلها من هنا، وازاي اصلا التسريب وصل لهنا والانابيب الرئيسيه مقفوله من سنين، لحد ما بتاخد بالها ان في حاجه بتتحرك تحت الميه، فبتعرف ان في حد من عنصر الميه موجود هنا وبتطلب منه انه يطلع لها علشان تتكلم معاه. وساعتها بيظهر واحد من عنصر الميه اللي كان اسمه ود كان شغال في المجلس المحلي تقريبا لانه بيلف يدور على تسريبات الميه او اي حاجه مخالفه في المدينه. بتستغرب ايه اللي جابه هنا اصلا، لما بتساله بيقول لها انه كان بيلف يدور على اي تسريبات في المدينه لكنه ما يعرفش اللي حصل لان مره واحده الميه سحبته في دوامه لحد ما وصل لهنا، فبتطلب منه انه يخرج علشان تشوف شغلها وتنشل الميه دي كلها. ولكن ود بيطلع مذكره من جيبه وبيبدا يكتب المخالفات اللي على المكان، اولهم التسريب اللي حصل هنا. فبتحاول امبر تفهمه ان التسريب ده ما كانش بايديها وانها اتفاجئت زيها زيه بالظبط، ولكن ود بيسجله في المذكره علشان يقدمه لمديره. وساعتها امبر بتتضايق وبتعرفه ان باباها هو اللي بنى البيت والمحل بتاعهم طوبه طوبه وما ينفعش يهدله كل حاجه بسهوله كده. ولكن ود بيسكت شويه وتقريبا عاوز ياكل عيش على قفاها يعني، بيقوم مسجل لها شكوى تانية وبيعرفها ان ده اسمه بناء من غير ترخيص. ويا عم انت جاي تطلع سبوبه على قفاه ولا ايه؟ كلامه ده بيضايق امبر جدا لانها مش هتسمح له يضيع تعب باباها، خاصه لما بيقول لها ان هم هيقفلوا لها المحل خالص. فبتحاول تاخد المذكره منه باي طريقه قبل ما يخرج، ولكن ود ما بيستناش وبيقوم خارج من الشباك بسرعه علشان امبر تجري وراه تحاول تلحقه باي طريقه بس ما بتعرفش. بيختفي وسط الناس وعلى ما بتشوفه بيكون ركب المترو، وقتها باباها بيخرج من المحل وبيشوفها وهي بتجري ورا ود بس ما بيروحش وراها. اما امبر فبتروح تركب المترو مع ود لكنها بتكتشف انه مركبش معاها في نفس العربيه، فبتحاول تخرج من العربيه وتتنقل للعربيه الثانيه، ولما بتخرج بره المترو بتلاحظ ان هم هيعدوا على شلال، فبتحاول توصل للعربيه الثانيه بسرعه، ولما بتتزنق قوي بتقوم داخله من الازاز، فبتشوف ود وهو واقف عند الباب وبتتسحب من وراه علشان تسرق منه المذكره بسرعه، ولكن ود بيحس بيها وبيجري منها لانه بيبقى خايف تاذيه. بتجري امبر وراه وهي متعصبه جدا بس المدينه بتبقى زحمه قوي، وعلشان كده بتستخدم الشمسيه بتاعتها وبتطير من فوقهم. هي بتتحرك بسرعه بس كل ده بيقف فجاه لما الشمسيه بتحس بحرارتها وبتتحرق، فبتقع على الارض وبتتخبط. وقتها ود بيشوفها وهي بتجري وراه فبيدخل جوه فتحه ضيقه قوي في الحيطه، ولكن امبر ما بتسيبهوش وبتدخل وراه برضه، وكانت خلاص قربت توصل
توصل له بس ما بتعرفش لانه بيخرج يكمل جري. واخيرا وود بيوصل لمجلس المدينه وهي برضه بتجري وراه مش راضيه تبطل لحد ما بتطلع شويه فلفل حامي وبتقف قدامه بتعمل سد عالي جدا من النار علشان ما يعديش، وبتهدده انه يسلمها المذكره بسرعه، ولكن وود ما بيرضاش يسمع كلامها، وكمان بيقدر يتسلل من وراها وبيدخل المكتب علشان يسلم المذكره. وبمجرد ما بيسلم المذكره ويخرج بيشوف امبر وهي قاعده حزينه بره، واللي لما بتعرف انه سلم المذكره بتتضايق جدا وبتقول له ان باباها كده هيتاذي بسببها، وما كانتش حابه تقفله المحل اللي بيحلم بيه طول حياته، وانه حلمه من وهو صغير وما ينفعش يحصل معاه كده. فود بيتاثر جدا بكلامها وبيعيط، وبيقترح ان هم يروحوا يقابلوا الموظف قبل ما يبعت المذكره للمدير بتاعهم، وانها يعني لما تحكي له كل حاجه زي ما حكيت له كده بالظبط اكيد الموظف هيتعاطف معاها ويتاثر ومش هيبعت المذكره. بتوافق امبر وبتدخل معاه علشان يقابلوا الموظف اللي كان من عنصر التراب وقاعد وسط النبات. فبيدخل وود وبيحاول يشرح للموظف اللي حصل وانه غلط لما بعت المذكره وبيترجاه يسيبها، لكن الموظف بيكون مصمم على رايه لان مفيش حاجه هتمنعه يبعتها. وقتها وود بيطلب من امبر انها تحكي للموظف بنفس الطريقه اللي حكيت له بيها من شويه علشان الموظف يتاثر ويرجع لها المذكره، ولكن امبر بترفض تبان ضعيفه قدام حد، ما بترضاش تحكي حاجه. فود بيقرر انه هو اللي يحكي له بنفسه، وده امبر ما بتوافقش بيه وبتحاول تسكته باي طريقه، ولكن بما ان وود بيصمم على رايه وبيفضل يحكي زي ما هو، امبر بتتعصب جدا، وطبعا كلنا عارفين لما بتتعصب ايه اللي بيحصل، بتعمل انفجار في قلب المكان بتحرق بيه كل حاجه. ساعتها الموظف بيتضايق جدا وبيقرر يعاقبها ويبعت المذكره بتاعتها غصب عنها، وبسببها هتخسر باباها المحل بتاعه. بترجع البيت وهي متضايقه جدا ومش عارفه تقول ايه لباباها، لكن لما بتشوف المحل بتاعهم مقفول بتفتكر ان مجلس المدينه هو اللي قفله. وايه يا عم السرعه اللي انتوا فيها دي؟ بتجري بسرعه تطمن على باباها ومامتها، ما بتلاقيش ولا واحد فيهم في البيت. بتنزل تدور عليهم في المخزن وبتلاقيهم محتاسين في تسريب الميه اللي حصل. باباها بيعرف ان هم قفلوا بدري علشان يلحقوا البيت بتاعهم من الغرق، لكن هو واقف يصلح الماسوره كان هيقع لولا مراته وبنته بيلحقوه على اخر لحظه. فبيرني بيتعصب جدا وبيسالها لو كان الواد اللي من عنصر الميه اللي كانت بتجري وراه الصبح هو اللي ورا الموضوع ده. فامبر بترمي اللوم كله على وود وبتقول له ايوه هو السبب. فباباها بيحاول يعدي الموضوع على اساس ان مالهاش ذنب وكده، وامبر هي كمان ما بتبقاش عارفه تقول ايه على موضوع قفل المحل لانها مش هتعرف تصدمه وتقول ان المحل بتاعه هيتقفل بسببها. ولكن مامتها بتبدا تحكي لها قصه قديمه عن حياتهم في ارض النار واللي كانوا عايشين كلهم في مكان واحد، وباباها خلص كل فلوسه على بيتهم ومحلهم الجديد هناك. وفي يوم من الايام في عاصفه جت للمدينه ودمرت البيت والمحل وخسرتهم كل اللي حالتهم، علشان كده قرروا ييجوا لارض العناصر يعيشوا فيها دلوقتي، وما عادوش يحتكموا غير على البيت والمحل ده، وما ينفعش يخسروا بالسهوله دي. وانه هما ماشيين في المدينه باباها راح يودع والده واداله كل الاحترام، لكن باباه ما ردلوش الاحترام ده، فعرف ساعتها انه غضبان عليه علشان سابهم ومشي. بس بيرني ما رضاش يستنى لانه حس ان ارضهم دي مش هينفع يكملوا فيها حياتهم، وكان لازم يدور على مكان تاني احسن من كده، وان حلمهم دلوقتي انها تشيل المحل ده ويطمنوا عليها بقيه حياتهم. ساعتها امبر بتتاثر بكلام مامتها وبتوعدهم ان المحل ده مش هيحصل له حاجه طول ما هي عايشه. وتاني يوم اول حاجه بتعملها انها بتروح تقابل وود علشان تترجاه يساعدها ويشوف لها حل في موضوع الشكوى ده. فبيقول لها ان الموضوع كله في ايد المديره بتاعته وانها لو عاوزه تحل الموضوع تروح لها. طب هي فين يا عم وود؟ بيعرفها انها في اجازه دلوقتي علشان قاعده في الاستاد بتشجع الفريق اللي بتحبه. فلما امبر بتسمع حوار الاستاد ده ما بترضاش تفوته وبتقرر تسحب وود من ايده وتروح تقابل المديره. والاول مره بتختلط بباقي العناصر وسط الزحمه دي لحد ما بيوصلوا عند المديره اللي كانت مركزه مع الماتش قوي وتحس انها متعصبه بسبب الفريق بتاعها اللي بيخسر ومش عارفين يلعبوا. فبتحاول امبر تتكلم معاها وتترجاها ترفض الشكوى بتاعتها علشان محل باباها ما يتقفلش، ولكن المديره بتتعصب عليها وبتعرفها انها ما بتحبش تتكلم في الشغل لما بتكون بتتفرج على الفريق بتاعها. بس امبر ما بتبطلش كلام، والمصيبه انها بتروح تقف قدامها كمان ما بتخليهاش تشوف الملعب. فالمديره بتتعصب عليها وبيدوروا زعيق قصاد بعض، ولكن فجاه وود بيقوم مشاور على لاعب معين في الفريق وبيعرف الناس ان عنده مشكله مع مامته وان هم لازم يدعموه علشان يلعب كويس لانه هو اللي مأثر على الفريق، وبيقوم مشجعه ومخلي الناس كلهم يشجعوه، وبسبب كده اللاعب بيتشجع وبيسجل اهداف كتير بيخلي الفريق بتاعه يفوز بكل سهوله. ولما الماتش بيخلص بالفوز المديره بتفرح جدا وبتقرر ترد الجميل لود، فبتقوم معرفاهم ان هم لو قدروا يعرفوا ايه مشكله التسريب اللي حصل في المحل بتاعها هتلغي الشكوى وهتسيب لهم المحل ياكلوا منه عيش. بتفرح امبر جدا وبتقرر تمشي مع وود يدوروا على المشكله فين، ولكن بتبقى مبهوره باللي عمله وانه قدر يخلي المدرجات كلها تهتف معاه كانه هو اللي كان بيتحكم فيهم، مع انها بتتوتر لما بتتكلم مع شخص واحد لكن هو ما توترش لما اتعامل مع كل الناس دول. فبيعرفها انه بيحب يتعامل مع الناس لانهم شبه بعض وما ينفعش يتوتر لما يتعامل معاهم، لكن الكلام بياخدهم وهم ماشيين في الطريق
عليه لحد ما بيوصلوا لبيت امبر، واللي بتشوف باباها واقف بره مستنيها، فبتخبي وود بسرعه قبل ما يشوفه بدل ما يعمل معاه اي مشكله. وبعدين بيطلعوا يتمشوا سوا علشان يدوروا على اصل المشكله فين، فبيلفوا وسط المدينه وهم بيتكلموا سوا، وواضح ان امبر كانت بدات تاخد على وود وتتعامل معاه كويس، وكانت بتحكي له على كل حياتها الحزينه، عن عيشتهم اللي اتحولت 180 درجه وسابوا بيتهم القديم، وباباها اللي متعلق بالمحل جدا وخايف احسن يخسره. فبيتاثر وود بسبب كلامها وبيبدا يعيط قوي، لحد ما بيشوفوا السد اللي معمول حوالين مدينه عنصر النار وان في عيب مكسور وهو السبب في التسريب اللي حصل، فبيفرحوا جدا وبينزلوا يدوروا على حل علشان يوقفوا التسريب ده، وبيتاكدوا ان العيب فعلا من السد لما بيلاقوا سفينه معديه وبتعمل ميه كتير بتعدي من الفتحه دي، وعلشان كده وود بيقرر انه يوقف الميه دي ويصلحوه بشكل مؤقت لحد ما يبلغ عمال الصيانه تيجي تصلحه خالص، وبيحاول يمنع الميه تعدي من الفتحه باي طريقه. حتى امبر هي كمان بتجيب اكياس رمل كتير وبتحطها، بس كل ده بشكل مؤقت لحد ما يحلوا المشكله. ولانهم خلاص لقوا المشكله فين، فود بيوعدها انه هيروح لعمال الصيانه بكره على طول قبل المهله اللي المديره بتاعته ادتها له. ساعتها امبر بتبص له وعينيها كلها اعجاب، بس ما بتقدرش يعني تلمسه لانه ميه وهي نار. تاني يوم بتبقى متحمسه قوي تقابله، علشان كده بتتحجج انها تخرج توزع الاوردرات اللي عندهم، بس في الحقيقه بتروح تقابل وود، وبقى كل يوم يخرجوا سوا يتفسحوا وياخدوا على بعض جدا كانهم من نفس الفصيله، برغم ان اهلها ما يعرفوش اي حاجه. بس مامتها كانت مركزه معاها جدا وواخده بالها انها اتغيرت عن الاول وبقت شاكه فيها شويه. وفي يوم وهما بيتمشوا سوا امبر داست على معدن لونه احمر، فلونها اتحول لنفس اللون هي كمان، ولما وود شافها استغرب، فعرفته القصه وان لونها بيتغير باختلاف لون المعادن، وبقت تفرجوا على شكلها لما بتقف على معدن بلون مختلف وكده. فود حب انه يعمل لها حاجه مبهره هو كمان، ونط في ميه وبيجري وعمل لها قوس قزح. وساعتها امبر انبهرت جدا باللي بيعمله وان عنصر لطيف مش زي ما كانت فاكره، وبدات تنجذب له عن الاول، حتى ما عادتش بتخاف من الميه زي الاول. بس لما رجعت من الخروج حاولت تلمس الميه كده بايديها، فايديها انطفت، وساعتها بدات تخاف من طبيعتها لانها كانت نسيت اصلها الحقيقي وما ينفعش تسيب نفسها كده يعني. تاني يوم اكياس الرمل اللي كانوا حاطينها في السد بدات تسرب ميه تاني، وبكده ممكن يحصل تسريب على مدينه عنصر النار وهتعمل لهم مشكله. وفجاه امبر كانت واقفه في المحل شافت تسريب ميه جاي لحد المخزن، ولكن اللي قطع تفكيرها لما عامل جاي يوصل لها شويه ورد، وطلع وود مستخبي جوه كيس الميه بتاع الورد ده. فلما خدت بالها منه خافت احسن حد يشوفه، واخدت الورد وجريت بسرعه على المخزن. وهناك وود خرج وعرفها المشكله الكبيره اللي بيواجهوها، وان السد رجع يسرب تاني، وانه راح طلب من عمال الصيانه يصلحوه بس خافوا من الفيضان، وبكده لازم هم اللي يصلحوه بنفسهم علشان ما قدامهمش حل تاني. ولكن واثناء ما هم بيتكلموا بينزل باباهم عليهم وبيشوف وود لاول مره، بيسالها لو كان هو الواد بتاع التسريبيات، بس امبر بتكذب عليه وبتقول له انه واحد تاني على اساس انها ما تعملش مشكله بين باباها وبين وود يعني، ووقفت تعرفوا عليه. وود كمان علشان يلحق نفسه اما قايل له انه مراقب اكل مش ميه، فباباها ما كانش مصدقه واخدوا يدوقوا الاكل بتاعهم. وقول لي بقى يا عم ايه رايك؟ فود اكله من هنا وكان هيولع من هنا لان الاكل كان حراق جدا، واضطر يبلع اللقمه برغم انها صعبه عليه. وفي الاخر شكر له في الاكل بس قال له انه محتاج يبقى بارد شويه. يا عم بارد ايه ده، هم بياكلوا احمى من كده، دول نار يابا. المصيبه ان والد امبر قرر يعاقبه اكتر وقام يجيب له اكل كتير، وكل ما الواد بياكل منه يا عيني كان بيولع اكتر. وكفايه يا عم الحاج انت ما صدقت ولا ايه؟ ولما بيخرج من المحل والد امبر بيتعصب قوي وبيعلق صورته انه ممنوع من دخول المحل مهما حصل. بتحاول امبر تهديه وكان باين انه تعبان جدا، وبعد ما بتخلص مع باباها بتروح تقابل وود علشان تعتذر له على اللي حصل وان باباها ما كانش يقصد، لكنها مش هتقدر تتخلى عن حلم باباها ولازم تشوف صرفه وحل للموضوع. وفجاه وهم قاعدين سوا بتجيلها فكره، وهي انها تقفل الفتحه اللي في السد عن طريق الازاز اللي بتصنعه. بتجري على الفتحه علشان تقفلها بسرعه، وود بيبقى مبهور باللي بتعمله، وساعتها بتقرر تصنع ازاز اقوى من كده يعني علشان تقفل الفتحه بيه للابد. ولكن وود بيقدم لها اول هديه ليه في حياته واللي امبر بتعجب بيها جدا، ولما بتروح البيت بتفضل سهرانه تتفرج عليها، بس بتسمع صوت باباها وهو بيكح في الصاله، فبتجري تطمن عليه وبتعرفه انه محتاج يرتاح، لكنه بيرد عليها انه مستني اللحظه اللي يسيب لها المحل تديره بقى وهو يتقاعد بمزاج بقى، وانه هيبقى مطمن عليه طول ما هي اللي فيه، وبيسيبها ويدخل ينام. وقتها امبر بتحس ان عليها حمل جبال وما ينفعش تتخلى عن حلم باباها ولازم تطمنه اكتر من كده. بتقوم خارجه بالموتوسيكل بتاعها تجري تقابل وود. في اللحظه دي ساندر مامتها بتسمع صوتها فبتخرج تبص عليها وبتشوفها وهي خارجه، ولما بتروح وراها بتشوفها وهي بتقابل وود واللي بياخدها يعرفها على اسرته، فبتحاول تدخل وراهم ولكن الحارس بيمنعها لان مش مسموح لاي حد من عنصر النار يدخل هنا وشكلها تبقى مصيبه كبيره. اما امبر بتدخل تتعرف على والده وود وبتحاول تتعامل معاهم بهدوء رغم كل المخاطر اللي حواليها، وبتلاحظ ان كلهم
انهم متشابهين ومشاعرهم زي بعض بيتاثروا بسرعه، واللي كانوا بيحكوا لها عن حياه وود وهو صغير وازاي اتحبس في سفنجه بسبب غبائه، فكلهم بيفضلوا يضحكوا عليه رغم ان القصه عاديه بالنسبه لها. وساعتها بيقرروا يلعبوا لعبه، وهي ان كل واحد فيهم يحكي قصه حزينه للتاني عشان يعيط، واللي هيعيط هو اللي هيخسر. فبيقوم وود يحكي لامبر اكتر قصه حزينه عنده وبيبقى متاثر جدا، عكس ما هي حاسه انها قصه عاديه وملهاش لازمه، يعني بالبلدي كده مش مستاهله كل العياط ده. لكن هنقول ايه بقى، هي طبيعتها اصلا مختلفه كتير عنهم وهم مش حاسين. بس فجاه وود بيحكي لها اكتر موضوع حساس عنده واللي بسببه امبر كانت بدات تحس بمشاعر، وبدات اول دمعه من عينيها تنزل قدامهم، فكانت مستغربه انها بدات تحس زيهم بالظبط. ولكن قطع كلامهم تليفون بيجي من مجلس المدينه الود اللي بيعرفون ان الشكاوى اتلغت ضد امبر، وبكده المحل مش هيتقفل. في نفس الوقت كانت والده امبر واقفه بره لسه مع الحارس مستنيه بنتها تخرج، ولما اتاخرت والست ما كانتش مستحمله تقف اكتر من كده قررت تمشي. لكن في نفس اللحظه اللي امبر كانت خارجه فيها مع وود، وساعتها مامتها ما كانتش بعدت قوي لسه، فلما بتشوفهم خارجين مع بعض بتقف تتفرج عليهم من بعيد، وبتشوفهم هم راكبين الموتوسيكل سوا، فكانت مصدومه ان بنتها تعرف حد من العناصر التانيه ومن وراهم كمان، وعلشان كده بتجري وراهم لحد ما بتلحقهم قدام البيت، وهناك بتزعق لبنتها على انها دخلت علاقه حب من غير ما تقول لها. فامبر كانت مستغربه، علاقه حب يا ماما ده مجرد صديق. لكن ساندر كانت شامه ريحه الحب بينهم، عشان تتاكد صممت انها تعمل لهم اختبار الشموع، فخدتهم لاوضتها علشان يولعوا الشمعه ويشوفوا البخار بتاعهم هيروح لفين. في البدايه امبر ولعت الشمعه بكل سهوله اكمنها يعني من عنصر النار، ولما بيجي الدور على وود ما بيعرفش يولعها لانه مش هيعرف يلمس النار زيهم، وعلشان كده كانت ساندر بتستغل الموضوع علشان تقول لبنتها انه مش شبههم وما ينفعش يرتبطوا ببعض. ولكن وود بيحرجها وبيقوم يجمع اشعه الضوء بتاعت امبر وبيسلطها ناحيه الشمعه لحد ما بتولع، وطبعا مامتها ما بتعرفش تقول حاجه تاني. لكن كل ده بينتهي اول ما بيشوفوا بخار الشمع وهو بيتجمع حوالين بعضه، وده معناه ان هما بيحبوا بعض فعلا. لكنهم بيسمعوا صوت بيرني بره واللي كان بيفتح الاوضه عليهم، فبيخبوا وود بسرعه جوه الاوضه وبيخرج منها قبل ما يشوفوا، لانه لو شافوا هنا هتحصل مشكله كبيره. المهم بيرني كان جاي يدي هديه لبنته بمناسبه انه خلاص وثق فيها وهيسيب لها المحل تديره لانها احق واحده بيه، وقرر يتقاعد ويشوف حياته في التقاعد هتبقى عامله ازاي. فامبر اتاثرت جدا بهديه باباه، وخاصه انها اغلى حاجه في حياته وكانت من باباه اصلا، ولما بتاخدها منه بتقف قدامها مش قادره تقول ايه، لحد ما ساندر بتاخد بيرني وتمشي، بس وهي ماشيه بتبص لها بصه بعينيها على اساس انها بتقول لها تختار يعني. تاني يوم بنشوف السد اللي امبر عملته من الازاز وهو بيبدا يتكسر واحده واحده لانه مش مستحمل ضغط الميه اكتر من كده، علشان في نفس اللحظه نشوفها بنفسها وهي رايحه تقابل وود في بيته. فالواد كان مفكرها جايه تخرج معاه كالعاده وبياخدها يعزمها بره على اي مشروب. الفكره بقى انه كان واخدها يفرجها على اهم كنز عنده تحت الميه. طب انا لو لمست الميه بس هنطفي يا عم ومش هتشوفني تاني. فبيعرفها انه هيعمل لها فقاعه تتنفس جواها لمده 20 دقيقه، وطول المده او على ما تخلص يعني هيكونوا خرجوا بالسلامه. بتتشجع امبر وبتدخل جوه الفقاعه وبيبداوا ينزلوا تحت الميه، وبيخليها تشوف الزهره البنفسجيه المقدسه بالنسبه لها اللي كانت غرقت تحت الميه من سنين. واول ما امبر بتشوفها بتفرح جدا لانها كانت اول مره تشوفها، وبيقضوا وقت لطيف مع بعض تحت الميه. لكن الوقت بيعدي وبينسى ان قدامهم مهله والفقاعه هتنتهي، وبالفعل بيخلص الوقت من غير ما يحسوا، والفقاعه بتبدا تصفي الهواء اللي جواها علشان وود يقلق جدا على امبر. بيقوم واخد الفقاعه وعايم بيها لسطح الميه، وبيخرجوا من الميه قبل ما الفقاعه تخلص بثانيه واحده، يعني الثانيه دي لو كانوا اتاخروها كانت امبر انتهت للابد. وفي اللحظه دي امبر بتبدا تحس بالاختلاف اللي بينهم وان هم عكس بعض في كل حاجه. العالم بتاع وود مختلف عن العالم بتاعها، حتى طبيعته اللي بيعيش بيها مختلفه كتير عنها وكده. الموضوع بتاع العلاقه ده بقى صعب عليهم، اما وود ما كانش شايف كل ده وبيطلب منها تمسك ايده. فامبر كانت متردده بحكم ان هم لو عملوا كده ممكن تحصل مشكله، لكنه بيصمم على رايه. فبتحاول امبر تجرب وبتلمس ايده واحده واحده، وبمجرد ما بتلمسها ما بيحصلش حاجه خطر ولا حاجه يعني. ساعتها بينبهروا باللي بيحصل، فبيجربوا مره واتنين لحد ما بياخدوا على بعض. وبالمناسبه السعاده دي بيرقصوا سوا، لكن طول الوقت ده امبر مش ناسيه كلام باباها ومامتها، بترجع تتردد تاني ترتبط بيه. علشان كده بتتخانق معاه وتطلب منه انه يبعد عنها لانها مش هتقدر تفضل معاه، وبتجري على البيت علشان هناك تتفاجئ ان باباها بيسلمها الشعله الزرقاء وبيعلن انه هتقاعد خلاص وهي اللي هتدير المحل. فبتتاثر بكلامه وما كانتش عارفه تقول له ايه، لحد ما بيطب الحاج وود عليهم وبيطلب يرتبط بامبر، اللي كانت واقفه مستغربه هو ايه اللي جابه لحد هنا، ومش متخيله انه واقف قدام باباها من غير خوف. لكن وود كان شاف حاجات تانية خالص، ان هم لمسوا ايد بعض وده معناه ان في كيمياء للحب بينهم، وان هم يقدروا يرتبطوا ببعض بكل سهوله، وان حياتهم هتبقى كويسه مع بعض مش زي ما الكل باصص لهم، حتى لو كانت طبيعتهم مختلفه لكن قلوبهم شبه بعض، وكلام كتير من الحاجات دي. كل ده ووالد امبر واقف مش فاهم حاجه ومتخيله يعني
المراقب الغذائي اللي كان قال له عليه، لكن وود بيبوظ كل حاجه وبيعترف بحب لامبر قدام الكل. فده اللي امبر ما بتتقبلوش لانها مش عاوزه منظرها يبقى وحش قدام اهلها، وبتطلب منه يمشي من المكان. حتى مامتها بتنضم ليها وتزعق معاه. كل ده في نفس اللحظه اللي الازاز بتاع السد بيبدا يتكسر فيه واحده واحده، وكونه يتكسر بعد كميه الميه دي وراه اكيد هيحصل فيضان كبير جدا. المهم بنرجع تاني لود وامبر اللي بيتخانقوا سوا، وود بيسيب لها هديه وبيمشي. اما والد امبر فبيتضايق من اللي بنته عملته وبيطلب منها ترمي الهديه اللي ود جابها لها لو عاوزه تفضل معاهم. بتاخد الهديه وهي متردده وبتفكر في كل ذكرياتها السعيده مع وود، لانها ما كانتش سعيده ولا حست بقيمتها غير لما وقعوا في حب بعض. وهي واقفه على الجسر هترمي الهديه بتاعت وود، وعلى اخر لحظه بتتردد لانها مش عاوزه تخسره. وفي الوقت ده بتشوف السد وهو بينهار، بتعرف ان المدينه بتاعتهم هتغرق. بتجري على المدينه علشان تنقذ كل اللي تشوفه قبل الغرق. وفي نفس الوقت بنشوف وود وهو بيودع اهله لانه مسافر هيشتغل في حته تانية. وفي الوقت اللي متاثرين فيه بوداعه بيلمح الفيضان وهو متجه ناحيه مدينه النهر. وكانت امبر ساعتها راكبه الفيسبا بتاعتها وبتجري تحذر كل اللي تشوفه. وعلى ما بتوصل البيت بتلحق باباها ومامتها بالعافيه وبتنقذهم، لكن باباها بيقول لها على الشعله الزرقاء وان هم ما ينفعش يستغنوا عنها. بتضطر تسمع كلامه وبتدخل البيت تدور عليها، بس الفيضان كان كبير وبيغرق المكان لولا ان امبر بتقفل الباب بسرعه. وفجاه بتشوف وود وهو داخل لها من فتحه الباب علشان يساعدها. بتستغرب انه جاي يساعدها بالرغم من اللي قالته له، لكنها بتبقى فرحانه جدا بوجوده. بيحاولوا يعملوا حاجز على الباب قبل ما الميه تغرقهم، بس ضغط الميه كان قوي جدا وبيكسر كل الازاز. علشان امبر تجري تعمل حاجز صغير حوالين الشعله وتحاول تحميها على قد ما تقدر. فلما وود بيشوفها بيجري يساعدها وبيقرر يضحي بنفسه علشان ينقذها. وبعد شويه الفيضان بينتهي وكل حاجه بتهدى، لكن اللي بنشوفه ان امبر قاعده ماسكه الشعله الزرقاء في ايديها وحزينه جدا، ولكن وود ضحى بحياته علشانها وما عادش موجود. بتسلم الشعله لباباها وهي بتعيط وبتقول له انه ما كانش حلمها تبقى صاحبه المحل، كان كل حلمها تعيش حياتها اللي حبتها مش اللي هم ربطوها بيها. باباها بيعتذر لها وبيعرفها ان هي اساسا حلمه ومن غيرها مش هيعرف يعيش، ولو على المحل يا ستي مش فارقه كتير، كفايه انك معانا. كل ده بيقولوه هم بيعيطوا سوا علشان امبر تحس بوجود ود حوالين منها. ولما تبص تلاقيه بيعيط بحرقه ومشاعره متاثره بسبب اللي سمعه منهم. ولما بتشوفه بالشكل ده بتحاول تخليه يعيط اكتر علشان يرجع من تاني. وفعلا كل ما يعيط اكتر كل ما الدموع بتغرق المكان، وبمجرد ما بيتجمع كميه ميه حوالين منهم بيقوم طالع لها من تاني. وساعتها بيجروا يحضنوا بعض قدام اهلها من غير اي خوف. وفي الوقت ده اهلها بيفرحوا جدا وبيوافقوا على ارتباطهم ببعض. وبسبب قصه حبهم دي الحياه بتتغير جوه مدينه العناصر لانهم بيتقبلوا اختلافاتهم كلها سوا وبيرجعوا يعيشوا مع بعض في مكان واحد من غير اي خوف او تردد. وبعد فتره بنشوف امبر وهي مسافره مع وود للمكان اللي هيعيشوا فيه سوا علشان يبداوا حياتهم الجديده على انغام حبهم الغير تقليدي. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. ما تنساش تفرحنا بلايكك الجميل يا صاحبي وتشترك في القناه عشان يجيلك كل جديد. يلا سلام.